محاكم الأسرة ولات عامرة بحالة الطلاق، وفي سنة 2022 سجلات المحاكم المغربية أكثر من 800 حالة طلاق في النهار، وهذا الشيء ولا كيخلع المغاربة، وكل شيء كيسول شنو هي الأسباب اللي كتخلي هاد الأزواج أنهم يطلقوا. خاصة من كورونا لهنا 2020 50,000 طلاق، 2021 100,000 طلاق، 2022 350,000 طلب طلاق، 350,000. وفي هذا الفيديو هذا نحاولوا اننا ندقوا في هذا الموضوع، ونحاولوا اننا نسولوا كما ديما المسؤولين، القضاة، محامين، وكذلك الاساتذه الجامعيين على شنو من الاسباب اللي كيخليو هاد الاسر كاملين يتشتتوا، ومنا نشوفوا شنو من الحوايج اللي نديروا باش ما نوصلوش لهذا الطلاق. هذا الموضوع كيهم كاع المغاربه سواء الرجال او النساء. إذن رقم مقلق جدا، يتحدث هنا عن نحو 800 حالة طلاق تسجل يوميا في المحاكم المغربية. إنه الناس فقدوا الفهم ديال القيمة ديال الزواج، لأن الزواج ميثاق غليظ. المغرب طلاق كثر في المغرب حيت الرجاله والعيالات كل واحد يجبد راسهم، حتى واحد ما باغي يصبر للاخر. يقول لك انا خصني حياتي، الولد يقول لك انا خصني حياتي نبقى حر، ما عندي ما ندير بهذا الزواج ديال السيطره. فهمناش علاش هادشي. ما شفتو خوتي هادشي اللي هو كثر، بغينا نعرفوا الاسباب والناس تخرب ديورها. هادشي راه كثر علينا في المغرب بزاف. اهلينا واش عارفين ان الاحصائيات الاخيره كتقول بانه كاينه 300 الف حاله ديال الطلاق لسنه 2022 ومازال ما كملات، يعني غير من شهر واحد لشهر 8 تقريبا هكا. انا كنتواجد دابا في محكمه الاسره بسبب انني باغا نطلق، وانا امراه عندي 63 عام و43 عام وانا مزوجه، والزوج ديالي كان كيخدم نافيغاتور بحار وكيجلس 6 شهور بيركب 10 شهور. وكما شفتوا هاد الشهادات ديال هاد الازواج اللي طلقوا، وهذا الوضع ما كيبشرش بالخير. ودابا غنشوفوا واش المحكمه ديال الاسره ولات كتسرع الطلاق وهذا الشيء اللي كيخلي بعض الازواج يطلقوا، او لا المدونه الاسره اللي ولات من 2004 لدابا واش ولاو فيها شي حوايج اللي ما كانوش من قبل. غادي نسمعوا لهاد الاستاذه ونرجع ليه. هذه المصادر ديال الصلح انه ولات كتسرع المسطره بواحد الشكل اللي هو كبير، كتفتح واحد المجال اللي هو كبير للطلبات ديال الطلاق، المسطره كدوز بواحد الشكل اللي هو سلس وسهل، ما بقاتش ديك الموده والرحمه. ما قالت هاد الاستاذه المراه شحال هادي ولا الراجل كانوا يبغوا يطلقوا، كانوا تيبحثوا فيه وكانوا تيسولوا فيه عاد يشوفوا كيديروا يطلقوا. دابا في هاد الساعه ولينا نشوفوا المراه يطلق على 3 شهور، على شهرين، على 4 شهور. ما فهمناش حنا هاد الشيء هذا. دابا المصادر ولات سريعه، يعني مسطره ديال الطلاق مابقاش كتاخذ واحد 4 شهور داخل المحكمه، وما بين جلسه وجلسه غير شهر، والصلح مابقاش كياخذ هذاك الوقت ديالو اللي كيخلي المجال للقاضي انه ممكن انه يصلح ما بين الطرفين. ولكن ما هو الواقع اليوم؟ الواقع اليوم هو أننا نجد أنفسنا إزاء ارتفاع كبير في الطلاق. كنا 6 حالات زواج تقابلها حالة طلاق، اليوم 3 حالات زواج تقابلها حالة طلاق وأكثر شوية. دابا غنشوفوا الأسباب اللي كيديروها بعض الأزواج باش كيطلقوا وكيفاش نتجنبوها باش نعيشوا واحد الحياة سعيدة. ومن ضمن هذه الأسباب كاين 4 الأسباب اللي رئيسية. السبب الأول وهو الخيانة الزوجية، والسبب الثاني وهو العنف الأسري، والسبب الثالث وهو النفقة الأسرية، والسبب الرابع وهو الإدمان عند بعض الأزواج وبعض الزوجات. يعني المراه اللي كتخون راجلها ما كيكونش مقنعه، وكذلك بالنسبه للراجل ما كيكونش مقتنع بمرته وكيخونها. يعني كتلقاوهم انهم مزوجين كاين سبب واحد، اما طمع اما كان اعجاب في الاول. فين هو دابا؟ هو داخل في الدار هو هذا الدار داخل. لا انا خليت والدي راجل داير مدخل الدريه داخل، جيت لقينا لداخل درنا سلسله على الباب ديالنا. دابا عاوتاني بغى ينقص، حل الباب وكينقص طلع لينا الفوق، بقينا كنضرب باش ننزل، هبط راه رجع. دابا كنتسناو البوليس يجيو. الله يرحم الوالدين، الا شفتونا جيو عندنا، الله يرحم لكم الوالدين. كم لا دريس خيب حاجه تقدر توقع لشي جوج متزوجين
وهي انهم يحصلوا على بعضياتهم الخيانه. يا اما الراجل كيحصل مراته كتخونو، يا اما المراه كتحصل راجلها كيخونها، وهنا كيوقع واحد المشكل اللي كبير ويقدر انه يؤدي للطلاق. يعني راه النفقه على مرتك مقدمه على النفقه على والديك، واهم من النفقه على والديك. بعض الناس كيحط امه ومرته في الميزان، امك بوحدها مرتك بوحدها، ما تبقاش تقارن. اللي تا هو من ضمن هاد الربعه الاسباب اللي قلنا في الاول اساسيين، وهو مشكل النفقه الاسريه، مشكل النفقه. بعض الرجال ما كينفقوش على عيالاتهم، اولا فاش كيتزوجوهم كيشرطوا عليهم انهم ضروري يخدموا وضروري يصرفوا وضروري حتى هما يخدموا على داك الدار، ما كيتجوجش بها بغرض انهم يديروا وليدات ويكونوا اسره وداك المراه ترتاح في دارها وتربي صحيحتها وتقابل وليداتها. كيتزوج مراه بحال داير بروجي. نفقتها تجب عليك. داكشي اللي كتصير في الدار هي ما كيتسماش نفقه، كيتسمى مساعده، كيتسمى هبه، كيتسمى اكراميه، لا تعاون معك. في الشرع ما واجبش عليها تنفق، النفقه تجب عليك انت. وكاين شي رجال عندهم سميه د الرجال وهما شمايت، علاش يتكربسوا على عيالاتهم ويضربوا وليداتهم ويزرقوا لهم عينيهم ويتكربسوا عليهم. اخا السي محمد، يعني لدرجه الضرب ديال القتل، يعني عير للراس، يعني لدرجه نهار دارني تولد الدم ديزلي من ناخري ومن فمو يداني تحت الروبيني باش كيكب عليا. ومباها 20 عام هو مربيها خاي السي محمد وعمره ما ضربها، ويعطيها لهذاك ولد الناس، وهذاك ولد الناس يتكرفص على ديك بنت الناس. شنو دايره له ديك بنت الناس اللي مطليه فيه ومطليه له في وليداته وجامعه من الزنقه؟ انا نقول له حاجه وحده، وهي ربي شي بنت 20 عام ولا 30 عام وشوف باش تحس. المعنوي أو المادي، ثاني العنصر المادي هو العنف الذي مارسه الزوج على زوجته. يعني ماديا شنو هو؟ واش ضربها، واش حرمها من الماكله، واش شد عليها الباب، واش حرمها من التنقل، واش حرمها من تشم الاكسجين. اي واحد متزوج خصها تكون فيه النفس. علاش؟ خصو يتهلا في مرته وخصو يحترم مرته وخصو ما يضربش مرته. هذيك راه ام وليداته، هذيك راه هي البركه ديالو. كاين ما خطر من هذا الشيء اخوتي العزاز الغاليين. كاينين رجال مدمنين وكاينين نساء مدمنات. واش حاولتي معاه بعدا افلان الله يهديك افلان؟ ما كيتصنتش ليا، ما كيتصنتش كيصرف شي شويه ولا دابا انت اللي خدامه؟ انا اللي خدامه. هو تيسكر وتيدخل، هذيك الفلوس اللي كيصور كيخسرهم في الشراب. يلا كافيين. الادمان يقدر ينهي العلاقه الزوجيه، وخصوصا الا كان شي واحد مدمن بشي نوع خطير بحال مثلا مدمن على الخمر، او لا كيستعمل داك البوفا، او لا كيشم الغبره، ولا شي انواع اللي خطيره في الادمان. فراه هذا الادمان ديالو يقدر ينهي له العلاقه الزوجيه ديالو. وخصني نديرش انا هكا ملي كنجي من الخدمه تلقى سكران تندخل نسد عليا بيتي تنخلي. يوميا سكران راجلك؟ يوميا. اذا المدمن خصو يحاول ينهي داك الادمان ديالو باش يعيش بعقل صافي ويعيش بخير في عقله مع وليداته. وهاد الاسباب اللي ذكرنا كامله تقدر تنهي العلاقه الزوجيه، فيها الادمان، فيها العنف الاسري، فيها النفقه الزوجيه، وفيها الحاجه الاولى واللي الكبيره وهي الخيانه الزوجيه. وبغينا نسلطوا الضوء على هذا الشيء باش نحاولوا نبسطوه. ودابا غنشوفوا شنو هي الاسباب اللي نديروا وشنو هي الحوايج اللي خصنا نتبعوا باش ما تنهاش ديك العلاقه ديالنا الزوجيه وباش نعيشوا سعيدين في الحياه الزوجيه ديالنا. ما نصيحتك للحياه الزوجيه السعيده معاني من بعض المشاكل؟ والله النصائح كثيره حقيقه، لكن انا اقول احسن نصيحه للمتزوجين اقول التغافل. لا تحاسب على كل شيء، وانت المراه تغافلي، لا تحاسبين على كل شيء. فوت له وتفوت لك وتمشي الحياه، ما في انسان كامل. امرأة صالحة تقول: إذا اختلفت مع زوجي وارتفع صوتي عليه ماذا أفعل؟ وخرج من عندي، كان حكيم، كان الرجل حكيم، إذا ارتفع الصوت ولا إلا لا تفعل سأفعل، ما تفهمين ما تفهم، بدأت الحرب، ماذا يفعل؟ كان يخرج فورا. وهذه من حكمة الرجل، كان يخرج. فإذا خرج: ماذا تصنعين يا أم عبد العزيز؟ قالت: أتوضأ
وأجلس على السجادة أصلي ركعتين ثم ألزم الاستغفار، فوالله أنه يعود بعد ساعة أو ساعتين وقد نسي السبب الذي كان بيني وبينه. كنتمناو تكونوا استفدتوا منا، والنصيحة اللي نقدروا نوجهوا لكم وهي الأزواج كاملين، حاولوا أنكم في اللحظة اللي تكونوا معصبين أو لا كتغانوا واحد يبدل الساعة. يعني الراجل من الأحسن أنه يخرج من الدار ويخلي المرأة ديالو حتى تبرد، وكذلك هو يبرد، وفاش يولي يدخل الدار ينساو داك الشيء اللي كان واقع من قبل ويعيشوا حياتهم طبيعية، ويحاولوا ينساو المشاكل اللي دازت في الماضي، ما يبقاوش يجبدوها ويفصلوها ويحلوها. هذا الشيء كامل باش داك الأسرة تبقى مجتمعة وداك الوليدات يكبروا حدا والديهم بخير وعلى خير. وكنتمناو الأزواج المغاربة كنتمناو منهم يكونوا صبارة، وكنتمناو منهم انهم يقلصوا من هذه النسبه ديال الطلاق. ما باغينش نشوفوا حنا الطلاق في المغرب كثير. حاجه اخيره بغيت نقولها لكم، راه الطلاق ما فيه خير وراه خطير بزاف. راه الدراري كيكبروا معقدين نفسانيا، راه العيالات كاين اللي ما كيلقاوش باش يصرفوا على ولادهم، راهم الرجال حتى هما اللي كيطلقوا كيمرضوا نفسانيا. فالطلاق خصو يبقى اخر حاجه نقدروا نفكروا فيها. قبل ما ننهي باش نوريكم هذاك الفيديو ديال ديك الجمعيه ديال دوك المعنفين دوك الرجال. تهلاو في راسكم الخوت، نتمنوا هذا الفيديو تفرجوا فيه وتستافدوا منه، وتكتبوا لنا كومونتيرات وديروا لنا لايك وتتبعونا. الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو لنا الفيديو. الله يكبر بكم وحنا حاسين بكم، راكم داعميننا وراكم غاديين معنا، وتحياتي لكم واحتراماتي لكم.